السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة جدا بتسألني عن فكرة الإعلانات في البلاك فرايداي ونعمل إيه وإيه التريكات اللي إحنا ممكن نستخدمها أو نشتغل عليها. وبصراحة يعني قلت أعمل فيديو كده على السريع. الفيديو ده موجه لأي حد ميديا باير شغال على أي إي كوميرس، شغال على أي حاجة مرتبطة بالبلاك فرايداي عموما، ولأي صاحب بيزنس برضو عنده تيم أو بيتعامل مع حد أوت سورس أو بيشتغل مع ماركتنج ايجنسي أيا كان وضعه. بصوا يا جماعه، عشان نكون في صراحه مع بعض بشكل كبير، حته التريكات انا بقيت شايفها يعني ما بقتش موجوده. فكره دخول الاي اي ووجود كامبينز كتيره زي الاسيك كامبين او السمارت بلس او انواع الكامبينز اللي بقت موجوده في كل البلاتفورم اللي هي بتدعم الاي اي. انت بقى صعب جدا انك اصلا تتارجت وتعمل بوكت اوف اودينس زي الاول وتبتدي تشتغل عليهم. بل بالعكس، انت حتى لما بتعمل يعني نارو على الاودينس بتاعك، هو احيانا اصلا حتى لو انت ما سمحتلوش بده بيبتدي يخرج بره التارجت بتاعك، لانه شايف ان التارجت اللي انت عامله ده مش هو احسن حاجه، وان هو يقدر يحقق لك نتائج لو كسر الرولز او النارو اللي انت حاططه له ده. فانا من وجهة نظري دلوقتي ان اي حد بيشتغل على اي بزنس ابعد بعيدا تماما عن ممكن نخلينا نسميها ايه، المتغيرات الخارجيه اللي انت ما تملكش السيطره عليها، زي فكره الالجوريزم او الاد اكونت. خلاص يعني هو شغال بنمط او نطاق معين، احنا مش هنعرف نغيره. لكن مهم جدا 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 تركز على المتغيرات اللي انت تملكها في ايدك واللي انت تقدر تشتغل عليها. انا شايف هم اهم متغيرين اتنين في الموضوع كله. اول حاجه الكرييتيف واللاندنج بيج او الويب سايت بتاعك. الكرييتيف حاول تشتغل عليه بشكل كبير جدا، خليه هو اللي يفلتر الاودينس بتاعك. اطلع بكامبين برود، بس خلي الكرييتيف بتاعك موجه، اللي يشوفه من اول 5 ثواني يقول الفيديو ده طالع لنا انا العميل بتاع ده بتاع المنتج ده. او يقول لك لا، المنتج ده مش مناسبني من اول ثانيه، فيعمل سكرول ويبعد. خلاص، انت الكرييتيف بتاعك دلوقتي هو بقى الفلتر، عامل فلتريشن، بيعمل لك يعني فلتريشن للاودينس والبوكيت اوف اودينس اللي انت عايز تارجته. النقطه الثانيه، نقطه اللاندنج بيج او الويب سايت بتاعك. ارجوك 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 اهتم بيها. ما ينفعش يعني باي شكل من الاشكال انك تهمل حاجه زي كده. اللاندنج بيج حاول تشوف البرفورمانس بتاعها، اعمل لها تيست. مهم جدا تتابع اليوزر بيعمل ايه، مثلا بتولز زي كلاريتي مثلا. حاول تخليها فريندلي لليوزر بتاع الموبايل. يعني كل النقط ديت لو انت اشتغلت عليها صدقني انت تقدر تجيب نتائج احسن كتير جدا 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 الاف المرات من انك ممكن يعني تبتدي تقعد تسال بقى وتعمل التارجت وتحط الكيورد ديت والاد سيت ديت هنحط فيها كيورد واحده والتانيه مش هنحط فيها. الحاجات دي صدقني ما بقتش مؤثره جدا والله. هو كله دلوقتي بيشتغل برود، بس الفكره لو انت معاك كرييتيف قوي ومعاك لاندنج بيج بتساعد انك تبيع المنتج، فيها تستومونيوز، فيها ريفيوز لعملاء سابقين، فيها ضمان ذهبي، فيها ضمانات للبيع والشراء، فيها ضمان استبدال واسترجاع. كل الحاجات ديت لما انت بتحطها وبتبقى واضحه بتحقق نتائج رهيبه جدا جدا جدا. اتمنى انك تجرب ومستني رايك.